إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فقد جاء من حديث أبي تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي هذه الخطبة عباد الله نذكر بعض النصائح والتوجيهات العامة على الله عز وجل ينفع بها المتكلم أولا، ثم السامع ثانيا. النصيحة الأولى عباد الله هي المحافظة على الصلاة، هي المحافظة على عمود هذا الدين وعلى الركن الثاني من أركان الإسلام، وعلى الشعيرة العظيمة التي فرضها الله عز وجل فوق 7 سماوات، التي قال الله عز وجل فيها في كتابه آمرا بالمحافظة عليها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وأيضا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. في هذه الآية عباد الله دليل على وجوب الجماعة في بيوت الله، على وجوب الجماعة في بيوت الله، أي صلاة الفرض بأن تصلى في بيوت الله مع جماعة المسلمين. فالصلاة عباد الله لها أهمية عظيمة، ومما يدل على أهميتها ومكانتها عباد الله أنها أول ما يحاسب عليها العبد من عمله يوم القيامة، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فيا لله يا لله لتارك الصلاة، ماذا عساه أن يقول وماذا عساه أن يفعل إذا قد فسدت صلاته، ترك صلاته، فإن الأعمال بعدها لا تصلح بل تصير فاسدة، لأن الصلاة تركها كفر، وهي الفارق بين الشرك وبين الكفر، وهي الفارق بين الكفر والإسلام. نعم عباد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الشرك والكفر
ترك الصلاة، أي بين أن يصير العبد كافرا مشركا مثل الكفار والمشركين، أن يترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فيا لله كم تهاون كثير من المسلمين في شأن هذه الركيزة العظيمة وفي هذا الركن الثاني من أركان الإسلام، فتراهم بعضهم لا يصلي إلا بعض الفرائض، وبعضهم لربما ترك الجمعة والجماعات، قد يصلي في بيته وهو بهذا آثم، لأنه قد ترك واجبا من واجبات هذا الدين، إذن عباد الله ينبغي علينا ويجب علينا أن نحافظ على الصلاة في بيوت الله مع جماعة المسلمين، هذا للرجال وكذلك النساء، واجب عليهن المحافظة على الصلاة بأن تصليها في وقتها ولا تؤخرها حتى يخرج وقتها. أما النصيحة الثانية عباد الله فهي أداء الأمانة، وقد امتدح الله عز وجل عباده المؤمنين ووصفهم بقوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ونهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن الخيانة، أي عدم أداء الأمانة، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال القرطبي رحمه الله تعالى: الأمانة تعم جميع وظائف الدين، وهذا قول جمهور العلماء أن الأمانة تعم جميع وظائف الدين. وقال بعضهم: الأمانة تكون في الأقوال، وتكون في العبادات، وتكون في المعاملات، وفي كل شيء، وفي العمل، وفي كل شيء. نعم عباد الله. قال: فأداء الصلاة أمانة، وأداء الزكاة أمانة، وأداء الصيام أمانة، وكذلك أن تكون أمينا في عملك فلا تخون ولا تقش، كل ذلك يجب فيه الأمانة وتكون فيه الأمانة. والأمانة عباد الله أول ما يفقد من هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. وإذا نظر الناظر عباد الله إلى هذه الأزمان وإلى هذه الأيام لوجد أن الأمانة قد عدمت أو كادت أن تعدم، ولا تجدها إلا لربما في النزل القليل وفي الأعمال القليلة، وبعض الناس يؤدي الأمانة كاملة كما أمر الله عز وجل. النصيحة الثالثة عباد الله هي ترك الذنوب والمعاصي، فبالذنوب والمعاصي تحل البلايا وتحل المصائب، فبالذنوب والمعاصي يكثر الفساد في الأرض، فبالذنوب والمعاصي تحل الكوارث والزلازل والأعاصير والفيضانات وغير ذلك مما يكون سببه المعاصي. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ويتوبون ويؤوبون وينوبون إلى الله عز وجل. فما وقع بلاء
إلا بذنب، فما وقعت مصيبة إلا بذنب، وما وقعت كارثة إلا بذنب، ولن يرفع ولن ترفع إلا بتوبة، ولن ترفع إلا بتوبة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بسبب الذنوب والمعاصي ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا رجعوا ظهر الصلاح في الأرض واندثر الفساد. نعم عباد الله، نريد الجنان ونحن نعمل الذنوب والمعاصي، ونحن نقترف الذنوب والمعاصي. يقول الشاعر: تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي، درك الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن أبانا آدما أخرج منها بذنب واحد أخرج أبونا آدم عليه الصلاة والسلام من الجنان. فكيف نرجو الجنان ونحن نذنب ليل نهار؟ الذنوب سبب لقسوة القلوب وموت القلوب، كما قال الشاعر: رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. إذا أردنا أن تحيا قلوبنا فعلينا أن نبتعد عن الذنوب، إذا أردنا أن تحيا قلوبنا فعلينا أن نتوب مما يصدر منا. لا أحد يسلم من الذنب، لكن ينبغي لنا أن نتوب ونرجع إلى الله عز وجل لكي تمحى ذنوبنا ويعفى عن سيئاتنا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد عباد الله، فأما الوصية الرابعة فهي حسن الخلق. حسن الخلق. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. حسن الخلق مما يثقل الميزان، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن خلقه. حسن الخلق بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتممه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حسن الخلق سبب لنيل أعلى الجنان، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم، أي أنا ضامن ببيت في أعلى الجنة. لمن يا رسول الله؟ لمن حسن خلقه. نعم عباد الله، فينبغي علينا أن نتحلى بالأخلاق الحسنة. والأخلاق الحسنة عباد الله كما قال بعض العلماء هي بذل المعروف، وكف الأذى، وطلاقة الوجه، واحتمال ما يكون من الناس، واحتمال ما يصدر من الناس، أي الصبر على أذى الناس. طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى واحتمال ما يكون من الناس، أن تحتمل ما يصدر من الناس، أن تكف أذاك عن الناس فلا تؤذيهم ولا تصل إليهم أذى، بل الذي ينبغي ويجب أن يصل منك إلى الناس المعروف. وكذلك أن يكون وجهك طلق بشوش دائما وأنت مبتسم في وجه إخوانك، فهي هذه صدقة منك عبد الله. الابتسامة في وجه أخيك صدقة، كما قال ذلك النبي
صلى الله عليه وسلم. فلماذا تغضب على أخيك؟ لماذا تعبس وجهك لأخيك؟ عبد الله، هذه الدنيا أيام قلائل ونحن راحلون ونحن عنها زائلون، ولن نلاقي إلا ما قدمناه في هذه الحياة الدنيا. ومما ينبغي لنا أن نقدمه ومن أعظم كما تقدم معنا من أثقل ما يكون في ميزان العبد الأخلاق الحسنة والأخلاق الفاضلة. وإذا أردنا أن تكون أخلاقنا حسنة، أن تكون أخلاقنا فاضلة، فلنقتدي بأسوتنا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل الناس أخلاقا، فهو أكمل الناس أخلاقا. قال الله عز وجل فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. نعم عباد الله، هكذا عندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين، ليس 10 ساعات ولا 10 أيام ولا 10 أسابيع ولا 10 شهور، بل 10 سنين. فما قال لي قط ولا مرة واحدة لشيء فعلته لما فعلته، لماذا فعلت ذلك؟ أبدا. ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، ألا فعلت كذا. في أبسط الأشياء لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على عظيم أخلاقه. إذن فلتكن أخلاقنا مستقاة من قدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولن يكمل إيمان العبد إلا إذا حسنت أخلاقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وختاما عباد الله، تعلمون أننا في هذا الشهر، في شهر شوال الذي هو بعد شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقد شرع لنا فيه صيام 6 لأن تكون إتماما لرمضان ما يحصل فيه من النقص ومن الخلل، وكذلك أجر صيام سنة كاملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. لماذا؟ رمضان تضاعف الحسنة، تضاعف ب10 حسنات، فاليوم ب10 أيام 30 يوما ب300 يوم، وبقي 60 يوما من أيام السنة، فكل يوم من هذه الأيام يعادل 10 أيام. إذن فمن صام رمضان ثم أتبعه بصيام 6 من شوال كان كأنه صام الدهر كله، يكتب له صيام الدهر كله، أجر كأنه أجر صيام الدهر كله. إذن عباد الله، فلا ينبغي لنا أن نفتر ولا أن نكسل، بل ينبغي لنا أن نسارع وأن نجتهد. هي 6 أيام، أسأل الله عز وجل أن يعيننا على صيامها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احفظهم من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن خلفهم ومن أمامهم. اللهم أطعم جائعهم
واكس عاريهم واشف مريضهم وداو جريحهم وأمن خائفهم وآوي شريدهم. اللهم وتقبل من مات منهم شهيدا. اللهم ارفع بك ما حل بهم من هذا البلاء. اللهم ارفع ما حل بهم من هذا البلاء. اللهم ارفع ما حل بهم من هذا البلاء. اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين وجميع من ناصرهم وعاونهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب اللهم عليهم صوت عذاب. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم سلط عليهم جندا من جنودك يقتلوهم قتل عاد وإرم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم دمرهم بأسلحتهم. اللهم دمرهم بأسلحتهم. اللهم دمرهم بأسلحتهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم واقذف الرعب في قلوبهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين وألف بين قلوبهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين ووحد صفهم وألف بين قلوبهم. اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم وارزق ولاة أمورنا البطانة الصالحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.